فاليوم التاني رجعوني بالقوه، وكان الضباط قاعدين بيشتموا. يشتموا في اللي خد القرار ده. ضباط الشرطه كانوا متضايقين ان هم يشتموا في اللي خد قرار انهم يرجعوك من غزه، قالوا من العريش. ادب ووقاحه وكده، ولكن نفذوا الاوامر. كل نقطه سلمتني من النقطه اللي بعدها. في النهايه هو عبد المأمور يعني مضطر. 4 نقاط، لان فضت على 4 محافظات، شمال سيناء، اسماعيليه كده. نعم. بعدين تاني يوم صليت الفجر، قلت لزوجتي على اذنك انا رايح غزه. قالت لي تاني قلت لها هتروحي غزه ازاي؟ هم اخدوا حضرتك رجعوك مصر؟ لا، رجعوني لحد حدود القاهره واطلقوا سراحي. تمام. فانا ما كانش معايا عربيه، انا كنت راكب مواصلات عامه. فقلت لها انا لازم انزل الفجر عشان المخبرين لسه ما بيجوش، بتروح عليهم نوم البيروقراطيه في المراقبه. عايز تلحق بدري يعني. بدري. فالمره دي رحت الشرطه، هي اللي قالت لي عن ضروب الشرطه، افراد الوطنيين في الشرطه. عشان كده بقول للناس الشرطه مليئه بالوطنيين. تمام. انا في هذه الرحله اللي قعدت 2 خدت تبرعات ماليه من شرطه. ما شاء الله. ادوني فلوس. اول مره ضابط شرطه يدي واحد معتقل فلوس. خدت هو اللي قال لي ازاي اوصل للعريش من غير ما امشي على الطريق الرئيسي. واحد ضابط شرطه. ايوه. النماذج اللي تعاطفت معاك دي يا استاذ مجدي عايزين نبروزها برضو. في وطنيين كتير، وفي التحرير كان معانا ضابط شرطه، بس هو لسه خارج يعني من الشرطه، لكن بينقلني في الترحيلات. تمام. لقيته معايا فقلت له انت جاي ومش خايف يتقبض عليك وانت شرطه؟ قال لي لا، ما انا خلاص مدتي او استقلت او كده. الشرطه مليئه بالعناصر، بعيدا عن جهاز امن الدوله والامن المركزي. الشرطه مليئه بعناصر طيبه. المهم ان انا رحت وربنا اكرمني بنفق ودخلت بيه، بس انا ما قلتش ان ده نفق. الشهيد احمد حمدي ولا حاجه ثانيه؟ لا، نفق لغزه. احد الانفاق يعني. انا حصلت عربيتي. خدت لا دي تجربه لازم نعرف. عايزه طويله، هتاخد البرنامج كله والناس. لا عاوزين نعرف تفاصيل. اصل الناس مشغوله باحداث النهارده. الناس مشغوله، وهنتكلم طبعا عن احداث النهارده. بس انا حابه يعني اعرف التفاصيل بقى، وحضرتك داخل دي عايزه فيلم، دي هتاخد ساعتين بس باختصار. انا وصلت العريش. طب هنشوف بس. استاذ عبد الحميد من نجا حمادي عايز يسال حضرتك في شيء مهم تقريبا. استاذ عبد الحميد معاك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ مجدي معاك، اتفضل. البرنامج الظريف ده ربنا يخليك. وبودي اقول له استاذ مجدي عشان ما اضيعش وقتكم يعني. اتفضل. اتكلم في الموضوع بتاع الفتنه الطائفيه اللي ماشيه في البلد بالظبط. بس عنده حق. هو ده موضوع الساعه. ماشي. وهو يا فندم على اساس انا عنده حق. تمام. انا ممكن نعمل برنامج في يوم تاني للاخبار، قصص. خلينا طيب في احداثنا الجاريه ناخد علي من اسيوط ونتكلم في موضوع الفتنه الطائفيه، ولازم حضرتك وعد تشرفنا تاني، لانه واضح ان يعني حلقه واحده او فقره واحده غير كافيه. جمهورك كتير. اتفضل يا استاذ. الله يخليك. اتفضل. الو. ايوه اهلا وسهلا. الو. اتفضل. ايوه معايا بيه. ايوه يا استاذ علي، انت على الهوا. اتفضل. في الانتخاب. ايوه قول. الو. استاذ علي حضرتك معانا على الهوا، اتكلم. اتفضل. سامعني؟ ايوه اتفضل. في الانتخاب الاخير. الانتخاب الاخير. ايوه. انا شفت 2 ضباط. عم ياكلوا عند واحد منتخب في البلد. 2 ضباط بياكلوا عند واحد عازمهم. خدوهم جوه ويدور لك. ايوه. وبعد ما كلوا قالوا عليكم لو سمحت يا فندم. اطعم الفم يستحي العين يعني. هو اكلهم وبعد كده زوروا له. ها عايز تقول ايه تاني؟ كان بياكلهم عشان يمشوا الورق. انا فهمت خلاص. ماشي. احمد من البدرشين، اتفضل. استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والنبي يا استاذ حضرتك اتكلم الاستاذ مجدي. معاك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مجدي؟ اهلا بيك. الحمد لله على سلامتك يا بيه. الله يسلمك. والنبي يا استاذ حضرتك هو كان في انفاق وفي حاجات كانت بتحصل كده، كان في ناس بتوصل حاجات للناس اللي هناك وكده، فيا ريت حضرتك بس يعني معلومه صغيره ان يعني الحاجات دي ممكن ما فيش حد يعرف عنها، لان في ناس ممكن تتضر بيها.
تمام. بس مش اكتر ولا اقل. ربنا يبارك لك. الله يخليك. نشكرك. طبعا مش نشكرك. هندي اي ايضاحات. طبعا. طبعا. خلينا في خلينا موضوع في الوضع الراهن والفتنه الناس الطائفية النهارده كان يوم متوتر ورقب الصدع، لان يوم عصيب. العمليه من يعني الصعب الحديث عن عايزين نطهر ثورتنا الجميله دي ونحس مظبوط. بنسيم الحريه. احنا كنا بدأنا الحقيقه، ايوه كنا بدأنا ما الحديث، ادوناش فرصه. كنا بدأنا الحديث عن ما اتكلمت عن المعدلات، ان المعدلات البطيئة هي السبب وراء استطالة فترة الآلام. نعم. الولادة الثورة، والمولود جه خلاص ولازم نحميه ونحافظ عليه ونضعه في حدقات عيوننا، وهي الثورة الناجحة. نعم. فأنا قلت حاجات كتير جدا. أولا أكرر مرة أخرى، اتفضل. أنا هتكلم على العلاقة بين المسلمين والأقباط، ولكن أو المسيحيين يعني، إذا كان القبطي معناه مصري. إن عايز أقول إن أولا إن في الفلول النظام السابق هم الوراء كل الجرائم اللي بتحصل، وليس فقط الفتنة الطائفية. وبالتالي هؤلاء مطلق السراح اللي ممسوك. سمعنا امبارح إن اتمسك 47 ضابط امن دوله، ضابط امن دوله عشان حرقوا الورق، عشان حرقوا فيعني كتر خيرهم. اي واحد من امن الدوله يتمسك خير وبركه، لانه كلهم متهمون حتى تثبت براءتهم. على العكس ياما مسكوا الناس، انقلب السحر على الساحر هم بنوا وبدور عليهم سجون كتير. يتمسكوا. من ضمن يعني فضي السجون من الابرياء اللي هم المعتقلين السياسيين، اللي انت قاعد تتباطأ. انا مش فاهم يعني، انا الحقيقه بس انا شايف الحقيقه دفعات كتيره طلعت، الاستاذ الشاطر ومجموعات من الاخوان المسلمين في احنا عندنا زميل بهاء فزاع امين حزب العمل في ملاوي، الممسوك بقاله 7 سنين ومعتقل بقاله 7 سنين ومعاه عشرات الاحكام عبد بالافراج. الرحمن ابن محمد لطفي اخباره ايه يا استاذ؟ لا ما هو ده، هو ده. لا ده مش ابنه، هو معاه في نفس المحافظه، وكله دون عبد الرحمن لطفي امين المحافظه في هنا، هذا امين، هم الاثنين من ملاوي. فواحد زي ده مستني ايه عشان تطلعه؟ مستني ايه؟ كل اللي معاه خرجوا امبارح، كل اللي معاه في السجن خرجوا وفطورا محكوم. قصدها على امام مسجد النور. مسجد النور هو ايوه ما انا عارف. عبد الرحمن بن لطفي ملاوي مش انا. استاذ احمد رفعت بيقول لحضرتك ملاوي مش انا. ملاوي انا قلت انا تمام. بسحبها. تمام. لا المنيا مركز ملاوي بالظبط. تمام. فانا بضرب مثل مفيش حصر بالاسماء دي يا استاذ مجدي وطلابه؟ لا اسماء معروفه جدا وسلمت لمجلس الوزراء. في واحد قال ان انا قدمت قائمه بكل المعتقلين. ايوه. وسلمت لمجلس الوزراء. انا عارف ان بيطلعوا، انا بتكلم على البطء. انت الموضوع عايز قلب سياسي شويه. انا مقدر ان العسكريين خبرتهم السياسيه قليله، فعايزين واحد سياسي قلبه جامد يقعد معاهم ويقول لهم ده يعمل امن، الافراج عن الابرياء يعمل امن سريع جدا. تمام. لا تتباطأ في الافراج عن طلع ان اللي بيعمل التفجيرات هو حبيب العدلي والاجهزه دي. حتى تفجيرات شرم الشيخ وحتى الكنيسه. وبالتالي هم اللي عاملين اطفيح. وانا عندي معلومات اكيده ان امن الدوله وراء اللي عامله لنا الفتنه الطائفيه دي. نفس السيناريوهات القديمه بيكرروها. فاذا هذا خرج فضي السجون اللي انت بنيت 43 سجن والملفات اللي هم ودخل فيها دول وهنحاكمهم محاكمه عادله. احنا مش مع الاعتقالات ولا حاجه، انا مع الغاء حاله الطوارئ فورا. مش استمرارها، لان الجرائم فيها حبس احتياطي. حبس احتياطي مش عايزه لا حاله طوارئ ولا حاجه. فدي جرائم كل ما هو من هو مشتبه. انا مستعد اقدم لك في كل واحد في الحي بتاعه اللي نزل زي انتخابات عارف مين البلطجيه باساميهم. عايزين حسب الحاجات دي في مصر القديمه عارف مين البلطجيه بالاسم. تمام كده. بس مين ياخدهم مننا؟ حتى موضوع الطفيح ده بيقولوا في فيديو متصور وواضح شكل الناس اللي بتهدم وبتكسر. اذا فضي السجون اللي خدت عشرات الالاف من الابرياء، خليها دلوقتي تدخل عشرات الالاف من المجرمين وهنحاكمهم محاكمه عادله. بس الاول انا عايز اضبط الشارع. تمام. وبالتالي اذا عدم الافراج عن الابرياء واستمرار المجرمين مطلقي السراح على راسهم محمد حسني مبارك اللي هو متساب وهو ما فيش في نفس انا عارف، لكن حواليه جمال لسه في نفس، حواليه زكريا عزمي ولسه هيكل الحزب الوطني موجود. لابد من لو عايزين توقفوا الفتنه الطائفيه. انا بقول اهو قرار تحويل الحزب الوطني للجنه المحكمه والمطالبه بتصفيته بحله فورا، لانه حزب اجرامي. واذا كان في واحد كويس شريف هنا وهناك
احنا معروفين اللي هم ما ارتكبوش جرائم. مش بنقول كل اعضاء الحزب الوطني، وعشان ما ناخدش الابرياء بالغير الابرياء نحل الحزب الوطني فورا. هذا الحزب لابد ان يحل فورا، لانه اللي ملوش رئيس ده ولحد دلوقتي يقول لك لا حزب، فهذا وكر الاجرام. حل المجالس الشعبيه، انت ليه سايب المجرمين يتنظموا؟ انت مش خلاص قلت عهد جديد؟ طب انت حليت مجلس الشعب والشورى، ايه اللي مخليك باقي على المحليات؟ ده المحليات لا مؤاخذه اسوأ واكثر تزويرا من مجلسي الشعب والشورى، لان منع حتى الترشيح فيهم. هتقول لي ايه اهميتها؟ اهميتها انها اوكار للحزب الوطني، لان مقرات الحزب الوطني اما حرقت او احتلت من الثوار، وبالتالي هم متجمعين فين وبيجتمعوا وبيخططوا وبيجتمعوا وبيخططوا. انا سايبهم ليه؟ ده كل دول سايبين جريح في كل بيت واصابه في كل بيت في عبر الانتخابات وعبر المظاهرات وعبر يعني مش بس في الثوره الاخيره. اذا هذا اجراء ثالث. انا قاعد اقول اجراءات اهو. المحافظين ليه ما اتغيروش اللي معينهم حسني مبارك؟ تمام. كل دي مراكز قوه لما بتحس انها موجوده هتفلفص. ومدير امن دمنهور قاعد يشتم في الناس ويقول هضربهم بالجزمه، لدرجه لما انا رحت دمنهور افتكرت ان دي قصه قديمه. قلت لهم انتوا لسه بتطلعوا حاجات قديمه؟ قالوا لي لا ده انا قايل الكلام ده امبارح. يبقى انا قاعد مدير امن لسه بيقول هندسكوا بالجزم ديول النظام السابق يا فندم، وعارف ان هو بيتصور. فاذا حضرتك ناس مغيبه لازم ديول النظام السابق لابد لا لازم يعني فكره تسارع معدلات التطهير في الامور الخطيره اللي تمس حياه المواطنين. الوتيره يجب ان تكون اسرع من هذا بكثير. استاذ مجدي، واحنا بنتكلم عن الاحزاب، ماذا عن حزب العمل في المرحله القادمه والدور؟ بس انا ما قلتش حاجه عن المسلمين والاقباط. اولا المسلمون ما دام فتحنا الفتنه الطائفيه عشان الناس ما نكمل يعني فعلا الناس قلقانه النهارده في مصر. بالظبط، الناس قلقانه في مصر وانا قلقان اكتر منهم. لكن سياسه حضرتك قايل لكل ولاده الام لازم نتكاتف. فانا بكبت قلقي بكبت قلقي بس بشكل موضوعي، لاني عارف ان دي عاصفه وهتعدي، عاصفه صغيره وهتعدي ان شاء الله. والقادمين الغيظ. ليه؟ ايوه. نعم. فعايز اقول ان الانتفاضه او الثوره، كلمه الانتفاضه صغيره. الثوره اثبتت ان الفتنة الطائفية مصنوعة. نعم. فإذا وكل القصص التي تقال وتردد عن هذا التلاحم الشديد جدا، أنا ما شفتش إسلاميين أكثر حبا من الإسلاميين اللي هم بيقول الإسلام السياسي، أكثر تعبيرا عن الحب للمسيحيين بدون افتعال وبدون نفاق وبدون تكتكة سياسية. دي ساعات كنا بنمارسها، والاحضان والتبويس اللحى اللي كان بيحصل في حفلات الفطار في رمضان، لدرجه ان انا طالبت بايقاف حفلات الفطار المنافقه اللي بتحصل بين المسلمين والمسيحيين. قلت مش ممكن الحفاظ على الوحده الوطنيه بفطار مره كل سنه. طبعا انا مش عايز نقعد ناكل كل اسبوع، لكن مش هي ده الاسلوب. الاسلوب هو ان احنا نكون يد واحده في معالجة مشاكل مصر. فالنظام كان منع كل الناس انها تعمل من اجل مصر. فكان هنلتقي على ايه؟ كان نلتقي على النظام، مواجهة النظام السياسي. كان في رأي للكنيسة ان احنا مالناش دعوة بالسياسة، لكن الاخوان الشباب المسيحي انضم للثورة. ومن هنا وبعدين الكنيسة اصدرت مؤخرا يعني نوع من التأييد، مش على اعلى اختلفت من كنيسة لاخرى من الثلاث كنائس. على اي حال الثورة عملت نوع من الغسيل لهذه الأضران التي لحقت بالجسد المصري. والحقيقة كنا في حالة صحية جميلة جدا جدا جدا. فكيف الأعداء يتركوننا بعد ما أنا رأيي في مخطط أجنبي وحذر من مكتوب أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية وهو بيستقيل يتباهى بالعدل. لقد قمنا في الملعب الأكبر مصر، وحط تحت خط تحت الملعب الأكبر مصر بكل ما هو ممكن من سنة 1979 حتى الآن. الكلام ده السنة اللي فاتت. مظبوط. وفي الفتنة الطائفية هو بيتكلم ووضعنا كل الأسس. خدي بالك أكنه بيتكلم عن دلوقتي. وضعنا كل الأسس لكي لا تبقى لمصر قائمة إذا سقط نظام حسني مبارك. يعني نظام حسني مبارك ده رفيق الكفاح، رفيق الكفاح الصهيوني. من هنا إذا سقط فالمشكلة هو كانوا بيعدوا لما بعد مبارك. مبارك كنز استراتيجي. يعني ده برضه أنا قلته في المقال بتاعي. هتأسف تاني